اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل شويه سلطات كده اللي بنعملها في العيد. كل سنه وانتم طيبين. سلطه الطحينه والسلطه الخضراء زي بتاعه الحاتي كمان واحلى. طبعا السلطه مهمه جدا جنب الاكل، وبالذات بقى السلطه الخضراء تبقى كده كلها فيتامينات ومعادن. ومش بنعملها بس في العيد، ده كمان بنعملها في الايام العاديه ومع كل وجبه. هتشوفوها بقى النهارده بتكات حلوه جدا، انا واثقه انها هتعجبكم. وبالنسبة بقى لسلطة الطحينة، هنعمل كده شوية سلطة الطحينة تحفة. هتبقى كريمي زي ما انتوا شايفينها كده، وهتحبوا تعملوها دايما بالطريقة دي. واهم حاجة بقى الكوباية اللي بيكون فيها مية السلطة التحفة اللي بتتقدم في المطاعم وما نبقاش عارفين السر بتاعها. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى الجمال والحلاوة. انا في البدايه كده هعمل معاكم سلطه الطحينه. انا جبت البوله بتاعتي وابتدأت احط كده فيها الكميه اللي انا عايزاها، يعني تقريبا كده معلقتين 3 كبار من الطحين. واحط كده شويه من الملح وكمان الكمون وشويه كده من الشطه، وطبعا الشطه على حسب الرغبه. وهحط كده حوالي 5 معالق من الخل. طب هل الخل كده كتير؟ لا، مش هيبقى كتير خالص. الطحينه بتحتاج خل وكمان ليمون. هحط كده عصرة نص ليمونة مع 5 معالق الخل، وابتدي كده ان انا اقلب في شكل دائري عشان انا عايزة الطحينة بتاعتي يبقى لونها فاتح كده وابيض. وجنبي كده كوباية مية، وببتدي انزل كده شوية بشوية بالمية وبقلب بالشكل ده او زي ما انتوا شايفين كده. هتبصوا بقى مع التقليب هتلاقوا لون الطحينة بقى ابيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وما زلت لسه بقلب وبنزل بالمية شوية بشوية لغاية ما يبقى القوام بتاعها كريمي. شايفين بقى القوام بتاعها حلو قوي كده. هجيب فصين توم كده صغيرين او فص توم كبير، وهبتدي بقى ان انا اهرسه بالهراسة بالشكل ده. ده بيدي طعم للطحينة كده، بيوديها في حتة تانية خالص، ومهم جدا مع سلطة الطحين. وهحط كمان كده معلقتين كده كبار من الزبادي او 3 معالق على حسب الكمية اللي انت عاملاها، يعني تقريبا كوباية زبادي كده عشان تكسر الدسم بتاع الطحينة، وبتخلي اللون بتاعها حلو وكمان الطعم بتاعها بيبقى حلو جدا. وهجيب كده شوية من البقدونس هقطعهم كده وهحطهم على الطحينة بالشكل ده. وكده هتبقى سلطة الطحينة بتاعتي جهزت. حلو قوي كده. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعمل السلطة الخضراء. انا جبت كده شوية الخضار اللي متوفر عندي، يعني الخضار اللي انت عايزة تعملي بيه السلطة جهزيه كده واغسليه كويس. جبت طماطم وخيار وفلفل وكمان قرنين شطة وبصلاية وكمان شوية خضرة. هبتدي كده بالخيار. لو الخيارة بتاعتك كبيرة قطعيها 3 زي ما انتوا شفتوا كده، لكن لو صغيرة قطعيها 2. مش عايزين نعمل السلطة بتاعتنا القطع بتاعتها صغيرة علشان ما تتبلش. الحاتي بره لما بيجي يعمل السلطة بيحاول ان هو يعمل قطع كبيرة عشان طبعا بتقعد عنده فترة عشان ما تتبلش. لكن بالنسبة للفلفل بقى انا بصراحة بحب اقطعه بالشكل ده طرنشات كده، بس بتبقى رفيعة ما بتبقاش تخينة. قطعت الفلفل بتاعي كله بالشكل ده، وكل حاجة هحطها في بولة كده عشان بعد كده بقى هنبتدي نعمل السلطة بتاعتنا. خلاص كده انا قطعت الخيار وقطعت الفلفل، ودلوقتي هقطع الطماطم. لازم طبعا تشيلي الجزء اللي في النص ده، لان ده بيبقى متركز فيه المبيدات والكيماويات والحاجات دي، فشيليه وتخلصي منه. وبعد كده بقى هقطع الطماطمايه برضو قطع كبيره، بس انا بحب اقطعها كرهن يعني مكعبات بالشكل ده. ما تقطعهاش برضو صغير عشان ما تتبلش معاكي بسرعه. اهو قطعت الطماطم بتاعتي. انا كان معايا 3 طماطمات، اخدت 2 وهقول لكم التالتة هعمل بيها ايه دلوقتي. حلو قوي كده. التانية برضو بقطعها. انا طبعا كل حاجه بقطعها على البلانشه، ما بحبش اقطع على ايدي. وجبت برضو كده عودين من الخضره، يعني بقدونس على كزبره. عايزه برضو تزودي عودين شبت مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجعلك. بس انا بصراحه بحب اعملها بالبقدونس والكزبره. وقرن شطه بقى ده انا مقدرش استغنى عنه. انا كان معايا قرنين، قلت لا اعمل واحد علشان الصغيرين ما يبقوش متضايقين وهما بياكلوا السلطه. حلو قوي كده. قطعته برضو طرنشات صغيره وهحطه مع الطبق اللي فيه الفلفل. هجيب بقى البصلايه بتاعتي والتكايه الكبيره قوي هنا بقى مع البصل. قطعتها كده نصين وابتدأت اعملها طرنشات، بس طرنشات رقيقة. وخلي بالكو البصل الاحمر بيبقى حلو قوي في السلطة، يعني ما تنفعش تعملي بصل ابيض مع السلطة. البصل الابيض بيبقى للطبيخ كويس جدا. ودلوقتي بقى هجيب الطماطمايه التالتة وهبتدي ابشرها بالشكل ده. بص كده انا ببشرها والقشر بيبقى في ايديا، ما بحطوش مع السلطة ولا حاجة. والقشرة باخدها ارميها ما بستعملهاش، باخد بس القلب بتاع الطماطمايه زي ما انتوا شايفين كده. وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه بالطماطم المبشوره. جبت بقى البصل بتاعي، وركزوا بقى في الخطوه دي.
وحطيت كده فصين من التوم، والتوم ده مهم جدا برضو. رشيت عليهم كده رشة ملح، وكمان رشة من الكمون، ورشة صغيرة قوي من الفلفل الاسود، وكمان بقى ايه نص معلقة كده من البابريكا. انا بحط من كل حاجة كده نص معلقة، ما عدا الفلفل الاسود بحط حاجة بسيطة. وشوية خل، عندك خل تفاح هيبقى حلو قوي، او خل عادي برضو ممتاز. وحطيت بقى عصرة ليمونة بالشكل ده، ودي مهمة جدا جدا جدا، بتخلي التيست عالي قوي. وهرجع احط ليمونة تاني برضو، هتشوفوا دلوقتي. حطيت كل الحاجات دي، همسك بقى البصل بتاعي وهبتدي كده ان انا ايه اعمل له التكايه البسيطه اللي انتوا شايفينها دي. هديله دعكه حلوه كده مع فصين الثوم وكمان التوابل اللي انا حطيتها. وكده البصل بتاعي هيبقى جاهز. هنبتدي بقى نركب السلطه بتاعتنا. انا جبت بوله اكبر، حطيت فيها كل الخضار اللي انا قطعته بقى، الخيار والطماطم والفلفل، وكمان الخضره اللي انا قطعتها. وكمان هنضيف الطماطميه اللي احنا بشرناها، ودي مهمه جدا، بتدي تيست عالي كده للسلطه، وبتخلي لون الميه حلو قوي. وهننزل بقى بالبصل اللي احنا ايه ادينا له دعكه كده حلوه مع شويه التوابل اللي حطيناها وفص الثوم. ودي معلقه صغيره كده من السماق، انا كنت نسيت احطها في الاول، بس برضو بتخلي طعم السلطه حلو قوي وفيه مزازه كده. لو مش متوفره عندك مفيش مشكله. وهبتدي بقى كده اقلب السلطه بتاعتي، وهشوفها هي محتاجه ايه. انا محضره دلوقتي جنبي كده ميه متلجه من الفريزر، ولو عندك تلج برضو يبقى حلو قوي، لو عندك مكعبات كده من التلج، بس انا اليوم ده ما كانش عندي. فنزلت كده بالميه المتلجه على السلطه، ولازم تكون متلجه زي ما قلت لكم عشان السلطه ما تحمضش بسرعه. الحاتي دايما بيحط قوالب كده من التلج علشان خاطر السلطه ما تحمضش معاه بسرعه. زودت كده الملح بعد ما دقت كده الميه بتاعتي لقيتها محتاجه ملح. وكمان عصرت كده ليمونه غير الليمونه اللي انا عصرتها في الاول، عشان يبقى كده طعم السلطه حلو قوي. شايفين بقى الميه بتاعتنا تحفه، اظن مفيش بعد كده. ولو انت هتعملي السلطه تكايه مهمه جدا وهتركنيها شويه، يبقى ما تحطلهاش الملح. حطي كده رشه صغيره قوي كده على البصل، وما تحطيش ملح تاني خالص. حطيها كده في التلاجة في علبه، ووقت الاكل يبقى طلعيها وحطي لها الملح. شايفين بقى الميه بتاعتنا عامله ازاي تحفه، ولا الطعم بتاع السلطه؟ احنا بصراحه بنسيب الاكل وبناكل السلطه التحفه دي. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ طبعا السلطة دي كلها فيتامينات ومعادن، ولازم تعودي ولادك عليها مع كل أكلة، مش في العيد وبس وخلاص، أو مع المشويات وخلاص. مع كل أكلة لازم أعمل الطبق السلطة ده لولادي، بيحبوه جدا. وساعات أعملها زي ما بقولكم وأحطها في التلاجة، ووقت ما بطلعها للولاد أرش لها شوية ملح. كل سنة وانتم طيبين بقى، اعملوا السلطة دي وجربوها، وأنا مستنية رأيكم في التعليقات. عملنا سلطة الطحينة وكمان السلطة الخضراء بتكات مميزة جدا، وانا بتمنى بقى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.